السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها. أنا بعتذر لكم جدا 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 إني اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس انتوا هتشوفوا بقى في الفيديو أنا كنت بجد تعبانة، وهحكي لكم واحنا بنجهز كده الفطار اللي حصل لي. بس بجد بعتذر لكم على التأخير في الفيديو. والله الفيديو ده انا مصوراه يعني بكل حب، ومصوراه فيه حاجات كتيرة جدا، وكنت خلاص يعني اللي هو هنزله لكم، بس حصلت بقى اللي حصل ده. كنت تعبانة بجد بعدها، وهتشوفوا يعني، ويمكن هيبان على وشي كمان. آه، انا بدأت معاكم كده. اليوم ده كان من الفطار، حطيت كده على 3 معالق عجينة طعمية، حطيت بيضتين، ويا دوب بس حطيت لها اللي هي البيكنج صودا وملح وفلفل وكزبرة، يعني التوابل العادية خالص. وعملتها كده ايه، طعمية دايت كده بنقطة زيت في الطاسة كده زي ما انتم شايفين. اللي فاتوا دول ما كنتش حطيت لهم، فعشان كده ما تنفشوش، فقلت ايه بلاش بقى الباقي اكمله كده. فعملت ديت، حطيت فيها بيكنج صودا زي ما انتم شايفين كده، وهعملها قرص كده كبير، يعني حاجة كده دايت، الواحد برضو ما يحرمش نفسه وايه، وياكل برضو اكل صحي، يعني بلاش اللي هو التحمير بقى في الزيت والكلام ده. بس زي ما انتم شايفين كده، وهحطها بقى ايه في الطاسة. بس كده. بصراحة كان طعمها خطير، يعني كان طعمها بجد جميل جدا. كنت واقفة اكل، كنت هموت من الجوع بصراحة. كان طعمها حلو قوي 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 بجد يعني. دي بقى اتنفشت ازاي؟ عشان حطيت لها بيكنج صودا. في اليوم ده والله كنت يعني خلاص اللي هو بصور في الفيديو، وقلت ايه همنتجه وانزله لكم على طول تاني يوم. والله غصب عني بجد، كمان امتحانات بنتي، يعني كانت حاجة صعبة قوي بصراحة. شايفين بقى قرص بقى الطعمية بالبيض، يا سلام عليه بقى، فطار بيلكم بيلكم كده ويشبع. تعالوا بقى ناخد الفطار الحلو الجميل ده، ونطلع كده بقى على البلكونة، نقعد قاعدة كده حلوة، واحكي لكم بقى اللي حصل لي. شايفين بقى البلكونة والروقان، يا سلام. تعالوا بقى ايه افطر كده معاكم. اهم حاجة الخضار يا جماعة، كتروا من الخضار يا جماعة. وده كرفس بالبقدونس وعيش رد عادي، والطعمية، يعني ما عملتش اي حاجة تاني. في ايام بفطر فيها مثلا جبنة قريش، بيض كده يعني. بس تعالوا بقى احكي لكم على اللي حصل لي واحنا بنفطر كده مع بعض. فاكرين الفيديو اللي هو نزلته بعد رمضان، وقلت لكم انا ما كنتش عارفه اصور في رمضان، بسبب في اواخر رمضان، بسبب اللي حصل في وشي، واللي هو الالتهاب اللي حصل في عيني، بعد ما غسلت من الغسول بتاع بنتي، عشان هو كان هي بشرتها دهنيه فعندها حبوب، فالمفروض الغسول ده بينشف البشره. انا كنت وقتها مفكره ان هو بسبب الغسول بتاع بنتي. اكتشفت بقى ان هو بسبب حاجه تاني خالص. منتج كده المفروض بيعلنوا عنه كتير في الفيس دلوقتي، ومغرقين، واعلاناته مغرقه الدنيا، وبيشيل الخطوط اللي تحت العين، وبيشيل مش عارفه ايه. فجبته، يعني بعيدا عن ذكر اسمه. فجبته عادي خالص زي اي حد جاب حاجه آه شافها على الفيس، يعني عادي، ومفروض انها شركه كبيره وكده. المهم حطيت منه في اليوم ده قبل ما انام، في اليوم ده قبل ما انام اللي انا صورت فيه اصلا. ثواني كده يا جماعه عشان صوت العيال بره. في اليوم ده اللي انا صورت فيه اصلا قبل ما انام، حطيت بقى ايه منه. حسيت وانا رايحه انام كده عينيا حرقان تحت عيني، وحسيت اني عايزه اهرش، بس خلاص انا عايزه انام فنمت. قمت تاني يوم، لا حول ولا قوه الا بالله، عينيا ورمه ورم، نفس اللي حصل لي بقى في اواخر رمضان. عرفت بقى، قلت له انت السبب يا خبر ابيض. طبعا رميته، والله يا جماعه رميته، ودفع فيه المفروض مبلغ كبير قد كده، والمفروض انها شركه معروفه يعني، وانا مش عارفه ايه ده بصراحه. يعني حاجه ما يعلم بقى الا ربنا بجد. ربنا يعافينا ويرحمنا بجد يعني. انتوا ما جربتوش يعني منزلين منتج زي كده يأذي الناس ازاي؟ انا مش عارفه.
بس فانتوا هتشوفوا اصلا في الفيديو عينيا وارمه شويه، انا ما حاولتش اظهر يعني بصراحه، بس اكيد يعني بانت برضو. بس وقعدت فطرت بقى يا جماعه كده زي ما انتم شايفين، وقلت اما اقوم اسقي الزرع برضو وبس. وقعدت بقى شربت الكرفس بالبقدونس واكلت، بصراحه كنت هموت من الجوع. وهدخل بقى على المطبخ هعمل لكم اكله كده حلوه، وبعد كده نشوف بقى اللي ورانا. بجد كملوا الفيديو للاخر، الفيديو روتين تحفه يعني بجد. وعملت بقى فيه كمان اوضه الاطفال بتاعت بناتي، عمري ما صورت فيها، كان اول مره اصور فيها بصراحه، عمري ما كنت صورت فيها، دي اول مره. فكملوا كده معايا الفيديو للاخر ان شاء الله. هنا بقى جيت على المطبخ، هعمل لهم بقى ايه المكرونه سويت اند ساور بالمكرونه الفوتوتشيني. بصوا بقى المكرونه دي يعني اول فيديو عملته على القناه كانت هي المكرونه اللي هي السويت اند ساور. بصراحه بنتي طبعا طلبتها مني وهي عندها امتحان، فقلت لا لازم اعملها لها. المره دي بقى جبت صويا صوص غامقه. ممكن بقى لو انتوا يعني عشان انا مسرعه الفيديو هنا، ممكن بقى تشوفوا الفيديو هناك. بس هنا بقى يعني ده الصوص اللي هستخدمه، حطيت كاتشب، حطيت صويا صوص غامق، وفي فاتح ممكن يعني شوفوا اللي انتوا تحبوه، وحطيت ملح وشطه، والمفروض سكر بني، بس انا ما عنديش سكر بني، اكتشفت ان انا ما عنديش فما وقفتش الدنيا، حطيت معلقتين سكر عادي يعني. وحطيت معلقتين كبار كده نشا، وحطيت كوبايه ميه، وهحط كمان كوبايه. بس هو ده الصوص اللي انا بعمله للمكرونه الفوتوتشيني والخضار والفراخ وكله، للخلطه كلها يعني، للوجبه كلها. تمام، كاتشب وصويا صوص غامق، ملح وشطه ونشا، وكوبايتين ميه، معلقتين نشا كبار كده وكوبايتين ميه. بس هو ده الصوص يعني. المفروض سكر بني، والسكر يا جماعه معلقتين سكر، بس المفروض سكر بني يفضل يعني. فانا عملته بسكر ابيض، مش عندي سكر بني. هنا بصراحه رحت غيرت الهدوم بتاعتي وجيت لكم تاني. قطعت طبعا الخضار كده، فلفل بقى، جزر، بصل كده يعني، قطعتهم ايه. معلقه الخل كمان، معلقه الخل يا جماعه على الصوص انا كنت نسيتها. تمام. قطعت الخضار كده زي ما انتم شايفين ايه شرايح. تمام. في الفيديو اللي انا كنت عملته كنت قطعتها مكعبات، فالعيال قالوا لي يا ماما خليها شرايح علشان تبقى واخده شكل المكرونه الفوتوتشيني كده، يبقى افضل يعني. هنا كنت بفكر اقطع الفلفل نصين، وبعدين قلت لا خليه طويل بقى زي ما هم قالوا لي عايزين الخضار يبقى متقطع ايه شرايح كده، فقلت خليني زي ما هم قالوا لي. وقطعت برضو الجزر زي ما انتم شايفينه كده شرايح. وده الخضار اللي بستخدمه، فلفل بقى الوان، اخضر واحمر واصفر، وجزر وبصل. ما تكتروش الخضار يعني، لو العيال عندكم ما بيحبوش الخضار ما تكتروش الخضار، انا عن نفسي ما كترتش الخضار، لان العيال اصلا ما يعني ايه اللي هم بقوا يدوني الخضار يا جماعه كفايه بقى، وانا ارنب بجد يعني، انا ارنب قاعد ياكل في الخضار، فبجد اللي هم زهقوني بقى يعني، في ايه يا جماعه بقى كده ما ينفعش. لو ما بيحبوش الخضار بس لازم الوصفه يتعمل فيها خضار للاسف يعني، فما تكتروش الخضار يا جماعه. بس وهنا قطعت برضو البصل كده جوليان كده او شرايح بقى، قطعي زي ما انتي حابه يعني. يبقى انا كده عملت الصوص معاكم، قطعنا كمان الخضار، وحطيت ميه المكرونه على النار، وهنعمل مع بعض كده ايه الفراخ. بس انا كده بجهز الحاجات بتاعت ايه الخلطه. هجيب برضو الفراخ واقطعها مكعبات، هي كانت ايه صدور فراخ عندي، هقطعها مكعبات صغيره. بصوا بقى، من التجارب كتير في الاكله دي، وان انا عملتها كذا مره. اول مره عملتها خالص قطعت الفراخ مكعبات كبيره، لا قطعيها صغير جدا، لانها بعد ما تقلبيها، بعد ما تتبليها وتحطيها في الدقيق والنشا وتحمريها، هي هتكبر، وبعد ما تنزل الصوص برضو هتكبر، فعشان ما يبقاش شكلها ومنظرها كبير زيادة عن اللزوم قطعيها من الاول ايه صغير. تمام. عادي تبعتلي رسائل كتيرة، هي كل ما باجي اسجل والله يعني اي فيديو مثلا او اعمل اي حاجة مثلا يتبعتلي رسائل او الناس تتصل بيا، فهي والله بجد مش عارفة ايه ده.
هنا بقى بنتبل الفراخ بايه يا جماعه؟ توم باودر وملح، بس مش اكتر من كده، توم باودر وملح. وهقلب الفراخ كويس جدا، وبعد كده بقى هحط لها معلقتين دقيق على معلقه نشا. تمام. حابه ان انت تعمليها بالنشا بس براحتك، هتكون طعمها احلى. يعني هي عجبتني انا عن نفسي بالنشا بس انا النشا اللي كانت عندي ما كانتش كتير، فحطيت دقيق على نشا. يعني انا بقول لكم الصراحه، لان انا جربتها اكتر من كذا مره، بس انا جرب يعني كترت. يعني ايه دلوقتي حطيت معلقه ونص كده نشا، وحطيت معلقتين دقيق لان النشا كان عندي خلاص يعني. زودت تاني دقيقة اهو، حسيت انها محتاجة يعني. فنشا على دقيق احلى 100 مرة من الدقيق لوحده. الدقيق لوحده مش عارفة ليه اداها طعم السمك شوية. انا بقول لكم علشان انا جربتها اكتر من كذا مرة. النشا تحفة تحفة، يعني لو حطيتي عليها نشا بس احلى 100 مرة من انك تعمليها بالدقيق. الدقيق لوحده لا، تحسيها واخدة طعم السمك المقلي. تمام. فانا حطيت دلوقتي دقيق على نشا من ده على ده، فكانت تحفه بصراحه برضو، يعني كانت روعه. تمام. هنا قربت لكم الكاميرا اهوت، وبنزلها بقى واحده واحده كده عشان ما يلزقوش في بعض بس. وحاطه طبعا ميه المكرونه ايه علشان يسلقوها. المكرونه بتتسلق عادي خالص زي اي سلق مكرونه يعني. ولو وصلتم لحد هنا من الفيديو، يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم، وقولوا لي بتتابعوني منين. وما تبخلوش عليا يا جماعه باللايك عشان القناه تكبر ليكم وبيكم ان شاء الله باذن الله. وزي ما انتم شايفين كده يعني ايه بحمر هنا بقى كنت بوريكم بقى الفراخ لسه مش هطلعها دلوقتي، لسه فاتحه قوي. هنا بقى الميه بتاعت المكرونه خلاص غلت، فهنزل ايه بكيس المكرونه. علشان احنا يعني ما شاء الله عددنا ايه يعني 5 5 في افراد الاسره يعني، فيا دوب ايه الكيس يقضينا. يعني ما تزودي لو انتوا 5 افراد او 4 افراد ما تزودوش عن كيس يعني، لان هو يا دوب الكيس هيقضيكم تمام يعني، لانها يعني بتفرط مع الخضار بقى والفراخ وكده بتبقى كويسه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الفراخ كده خدت لون حلو فطلعتها. شايفين بقى مقطعه صغير ازاي؟ على فكره عيالي بقى بيحبوا الفراخ كده، يعني بيقولوا لي هو ما ينفعش تعملها لنا كده؟ فعادي لو عملتوها كده عادي، هي فراخ متبله وبتستوي على فكره. بس هنا المكرونه هي اتسلقت وصفتها، وهنا خلصت باقي كميه الفراخ. اللي بحس ان هو مش محتاج ان انتوا تشوفوا التفاصيل بتاعته فبختصر في التفاصيل يعني. هنا خلاص الفراخ خلصت والمكرونه. بصوا الوصفه دي ما بتاخدش وقت، يعني لو انتي بتشتغلي وراجعه من شغلك بقى كده مستعجله، والله صدقيني ما بتاخد وقت. بس حطيت بقى شويه زيت، وهنزل اول حاجه بالبصله، بس هشوحها كده تشويحتين وانزل بباقي الخضار. لا هنزل الاول بالجزر وبعدين الفلفل عشان الجزر بيغيب شويه. والخضار انا عايزاه يدبل بس يا جماعه، يدبل بس مش اكتر من كده. بس قلبت كده البصله تقلبتين، ونزلت بالجزر برضو هقلبها تقلبتين، وانزل بالفلفل. وعلى فكرة كان يعني حتة الفلفل الأحمر دي كانت مشطشطة. المكرونة كانت يومها مشطشطة بجد، كانت تحفة خطيرة. هي بقى حلاوتها انها تبقى مشطشطة بس. وزي ما انتم شايفين كده، وهنزل بقى ايه بباقي الفلفل، بس ياخدوا تقلبتين، وبعدين ننزل بالصوص وننزل عليهم بالفراخ وبس كده، ونسيبها تغلي غلوتين وخلاص. وكده الوصفة بتاعتي خلصت. يعني هي بصراحة ما بتاخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين كده. قلبناه كويس ان هو بس ايه يدبل كده. بس ننزل بقى بالصوص بتاعنا نقلبه بس كويس. وخلوا بالكم لما يتقل منكم مفيش اي مشكلة خالص، نزود له مية، مفيش مشكلة خالص. انا زودت له مية. هنا بقى هنزل بباقي الصوص على المكرونة بس. هتفضل بقى المكرونة مفلفلة معاكي وهتاخد اللون البني ده. لو انت عاملة بصويا صوص فاتح مش هتاخد لون بني غامق، بس هي عجبت العيال يعني المرة دي عشان الصويا صوص كنت شارياه غامق. طبعا بقى هي بتبقى محتاجة بقى كده تديها رشة سمسم، بس العيال ما بيحبوش السمسم للأسف. حطي بقى السمسم ده كده ايه على الطبق يعني في وقتها للي بيحب بس. ونزلت برضو بالفراخ وهسيبهم بقى ايه كده يغلوا غلوتين مع بعض وبس كده.
بتقدميها بقى. عايزة تحطي، في ناس بقى بتحط المكرونة على الفراخ براحتهم، عايزة تحطي كل حاجة لوحدها براحتك برضو، يعني اللي انت شايفاه. بس انا عن نفسي بسيب المكرونة لوحدها والفراخ والخضار لوحدهم. بس هنا بقى زودت مية اهو، حسيت بقى ان الصوص تقيل قوي. مفيش اي مشكلة خالص، ولا هتزودي ملح ولا هتزودي اي حاجة تاني. تمام كده. بس انا هسيب بقى كل حاجة لوحدها، مش هقلبهم على بعض. في المرحلة دي عايزة تحطي الفراخ بالصوص على المكرونة براحتك، بس لا انا كده بفضله اكتر يعني. بس كده خلصت بقى الاكل بتاعنا. قلت اعمل لك فنجان قهوة كده، ايه يظبط الدماغ قبل ما ادخل على المعمعة. مش عايزة اقول لكم يا جماعة اشيل السجاد من الشقة، يعني ده حاجة بصراحة صعبة قوي بصراحة، يعني ان انت تشيلي السجاد كله. لا بصراحة حاسة الشقة متبهدلة، بس انا ان شاء الله افرش على العيد، على العيد الكبير بإذن الله بإذن الله. هنا بقى هعمل لي فنجان قهوة كده، والقهوة بقى وجبت 3 قراصية كده يصبروني كسناك. القهوة فارت يا جماعة، القهوة فارت يا جماعة. يلا دلق القهوة خير ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. انا كان نفسي اصور لكم الفيديو ده بمقدمة والله، بس يعني وشي هتشوفوه دلوقتي، يعني لو لمحتوه كده هتلاقوه حاجة صعبة خالص والله. بجد ما كنتش متوقعة ان الكريم ده هو اللي عمل فيا كده يعني. انا بجد طول الوقت فاكرة ان هو الغسول بتاع بنتي، عشان هي بشرتها دهنية وانا بشرتي جافة، فهو اللي عمل فيا كده. يعني اتصدمت. لا والعيال بقى ايه، ممكن نجربه معاكي يا ماما، ممكن نجربه معاكي يا ماما. يا جماعة بقى، يا جماعة انتوا ما عندكوش يا جماعة اي خطوط تحت عينيكوا يا جماعة. انا كبرت يا جماعة، انتوا لسه صغيرين. وهنا كانت اللحظة الصادمة، ان القهوة تفور. بجد يا جماعة والله كان يعني اللي بتاعت القهوة دي عجباني جدا، عجباني بصراحة. هنا بقى خلاص مسحت كل حاجة، اتدهولت على عينها. وخدت بقى القهوة معايا ودخلت على أوضة العيال. ما تتصدموش يا جماعة، أنا مش برضه أصور فيها والله عشان ما تتصدموش، ما تقوليش عليا حاجة إيه، اوعوا تقولوا إن أنا ست مش نظيفة. هي دي الأوضة دي بالشقة، يعني بصوا الأوضة دي بالشقة كلها. فهم 3 بنات، والأوضة يعني ممكن تكون زحمة عليهم شوية، بس يلا الحمد لله والشكر لله على النعمة دي والله. يعني بس هما طبعا يعني في ايام امتحانات، في ايام الاجازة بيعملوا يعني، بس في ايام الامتحانات بصراحة لا، صعب قوي ان هما يعملوا يعني. كمان انا البنات عندي مش في ناشونال عادي، في انترناشونال. اظن انتوا شفتوا وشي عامل ازاي، شايفين المنظر بشع والله يا جماعة. يعني انا بجد اتصدمت وقعدت اعيط كمان الصبح، فاول ما قمت يعني، اول ما قمت الصبح اليوم ده انا قعدت اعيط. يعني ايه المنظر ده؟ ده انا مصدقت خفيت منه في قبل العيد، يعني قبل العيد بحاجة بسيطة والله. انتوا شايفين طبعا. انا على طول بقى رحت جريت استخدمت ايه، الكريم بقى الموضعي اللي هو فيه كورتيزون، ده اللي كان جوزي جابهولي. بسرعة استخدمته على طول، الحمد لله والشكر لله. شال الورم اللي حصل في عيني، لان هو اصلا فيه كورتيزون، فهو شاله على طول الحمد لله والشكر لله. يعني اخد يومين كده، فده اللي كان مخليني متأخرة عنكم والله العظيم. والفيديو ده طبعا مش عارفة اصور له مقدمة، فيلا الحمد لله. ده بقى يخلينا نتعلم ان احنا ما نروحش نشتري اي حاجة من على النت وعلى الفيس وكده، مع انه والله العظيم الشركة يعني شركة معروفة وشركة كبيرة، وعمالين بقى اعلانات وبيشيلوا الخطوط اللي ولا، وفي بلوجر وفي ناس عن يعني كتير بيعملوا له اعلانات. انا بجد والله مصدومة يعني. يعني يا جماعة ما تعملوش اعلانات لاي حاجة كده بجد، لما تكون اتجربت مرة واتنين وتلاتة. فانا مش عارفة ليه هو عمل في وشي كده. وانا بقى كنت كل ده متخيلة ان هو الغسول بتاع بنتي. فيلا الحمد لله. ايه رأيكم بقى يا جماعة في الأوضة بتاعت بناتي؟ انا بقى عامله لكم فيديو بعد ما اخلص يعني يعني هوريكم بقى الأوضة ان شاء الله. لا ومش هيكون الفيديو كده خلص، ده لسه في حاجات كتيرة اتعملت في اليوم ده. يلا حطوا لي لايك كده وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى والله. بس العيال تخلص امتحانات كده ونخرج كده مع بعض ونتفسح ونسافر مصيف ان شاء الله. ايه رأيكم بقى في الدريسنج بتاع البنات؟ هو ده بقى الدريسنج اللي قعدت اقول لكم ان احنا اخدنا الجزئية دي من
الصاله بره، من الريسبشن بره. متخيلين بقى انتوا يا جماعه؟ مش عارفه انتوا هتتخيلوه بقى ولا ايه. يعني تخيلوه كده بقى ان الجزئيه دي اصلا كانت في الصاله بره. فاحنا بقى اللي عملنا، بنينا بقى طوب وفتحنا بقى باب جوه الاوضه وعملنا الدريسنج ده للبنات علشان اعمل لهم مكتب، علشان الاوضه كده تقضيهم. بصوا بقى انا قاعده بشيل الشعر اللي في الفرشه، انا موتي وسمي. شايفين وشي يا جماعه؟ والله انا موتي وسمي يا جماعه. الشعر اللي بيتسف في الفرشه بجد ببقى مش قادره اتحمل. شايفين وشي يا جماعه؟ شفتوه؟ والله بجد زعلت على نفسي قوي في اليوم ده. برضو سايبالي شعر في الفرشة، مش عارفة اعمل فيهم ايه، مش عارفة اعمل فيهم ايه. شايفين بجد مش عارفة اعمل فيهم ايه بجد. بتضايق قوي، بتضايق، حاجة بتضايقني كده وبتعصبني لما يسيبوا يعني شعر في الفرشة بتاعتهم. والله بتضايق بصراحة. انا لو ايه لازم اشيل لازم بجد. ببقى انتوا قولوا لي يا جماعه، والله انتوا عيالكم كده ولا العيال عندنا بس هم اللي كده؟ يعني مش عارفه. انا كذا حد من صحابي يقولوا لي العيال عندهم كده، يعني يقولوا لي كده والله بجد. انتوا كمان برضو زي ولا ايه؟ العيال بيرموا الهدوم في كل حته. انتوا هتشوفوا دلوقتي، اصبروا بس اصبروا، كملوا الفيديو معايا، هتتصدموا من اللي طالع من الاوضه، هتتصدموا. عشان كده والله ما برضه اصور فيها، يعني مش عايزه، مش هبين ايه. والله بجد هتتصدموا لو شفتوا الهدوم اللي طالعه من الاوضه. كميه هدوم لمتها. طب يا جماعه هاتوها تتغسل، ما انا بغسل كل يوم. انا في اليوم ده استويت غسيل، والله استويت يا جماعه، استويت غسيل في اليوم ده. معلش يا جماعه والله، يعني جالي تليفون فرديت عليه، فايه رجعت لكم تاني اهو. زي ما انتم شايفين كده، يعني كنت بقول لكم ايه، انا في اليوم ده والله يعني غسلت كتير قوي بصراحة. بس وهنا طبعا انا حاطه بس سجادة الدريسنج الاتنين دريسنج يعني. شايفين كمية شعر طالعة ازاي؟ لا انا بجد حاسة اني عايزة افرش السجاد، بس بقول يلا بقى سيبيه على العيد وكده. وعايزة بجد انزل الستاير، عايزة كده ايه اخلي جوزي ينزلها لي، يعني يوم كده بقى يبقى قاعد ولا حاجة اقوله نزلها لي كلها عشان اغسلها كده واعلقها بقى على نظافة قبل العيد ان شاء الله. انا مش عارفة العيد امتى، بس اعتقد ان هو قرب، تهيالي قرب يعني ان شاء الله باذن الله. بس هنا خلصت الدريسنج وايه وهقفله علشان بقى ايه اكمل بقية الاوضة. قلت اما اخلص منه بس هو الاول. بس ايه رأيكم بقى فيه يا جماعة؟ هو بصراحة تحفة يعني، بصراحة يعني موسع الأوضة. انتوا شايفين البلاوي اللي انا عمالة اجيبها من تحت المكتب؟ انا بجيب هدوم يا جماعة، يعني هدوم واقعة وورق وشماعات وحاجات غريبة وكوبايات انا هنا بقول لكم مش عارفة اعمل ايه. والله بجد مش عارفة اعمل، اروح في اطلع تاني بره الأوضة. انا بقول لكم مش عارفة اعمل ايه. عرفتوا انا ليه مش بصور في الأوضة دي؟ ما يتصورش فيها الأوضة دي. هنا بقى الكتب بتاع العيال بوسع كده بقى حتة في المكتب علشان ايه ألمع كده واحدة واحدة، اخده كده المكتب واحدة واحدة يعني. بجد ان اليوم ده يعني كان نفسي بقى بجد امنتج لكم الفيديو وانزله تاني يوم على طول، بس ما قدرتش خالص، كنت تعبانة جدا وكانت عينيا بتوجعني كمان. إيه كان طبعا اول يوم، وعبال بقى ما المرهم جاب نتيجة والكلام ده. فانتوا شايفين اصلا عينيا عاملة ازاي؟ باينة هي طبعا، باينة الحمار باين والالتهاب باين. لا وكانت ورم خالص. العيال اصلا جم من المدرسة اتخضوا، ايه ده يا ماما؟ ايه ده تاني يا ماما؟ قلت لهم استنوا بقى، طلعوا من الزفت ده. والله بجد يعني كان يوم ما يعلم بالله ربنا. والله كان نفسي اصوره لكم، بس هو لسه عندي على فكرة العلب بتاعته، بس انا فضيته. قلت خسارة الازازة، ممكن نحط فيها اي حاجة ونستخدمها، لان هي من الحاجات اللي هي بتتكي عليها كده فبتطلع البتاع من جواها، يعني الكريم من جواها. فهي عجباني الازازة اصلا، فقلت لا والله هفضيه. فضيتها في الحوض وسبت الازايز، فالازايز عندي اصلا يعني
حابين تعرفوه والله وتشوفوه بجد، تخلوا بالكم بجد، لان هو منتشر وفي ناس بتعمل له اعلانات كتيره، يعني انا ما جبتوش كده من فراغ. وقال ايه بقى؟ بيشيل اللي هم الخطوط اللي تحت العين. خطوط ايه ده؟ كان ده انا ما كنتش هشوف خالص، انا مش عينيا حرقان رهيب، مش عارفه في ايه يعني. انا كده مش، ده كده مش بيشيل الخطوط، ده هيعميني. فبجد يعني لا، كان صعب صعب وحرقان وعايزه اهرش في المكان ده. فمش عارفه، مش عارفه ازاي بيعملوا له الاعلانات دي. يلا الحمد لله، الحمد لله انها جت على قد كده. و... وعرفت ايه بقى السبب. ممكن بقى يومها يا جماعه انا غسلت بالغسول بتاع بنتي فروحت حطيته، فانا معرفش بقى، معرفش ايه. انا بقى كل اللي جه في دماغي ان هو بقى الغسول، كل اللي جه في دماغي ان هو الغسول. شايفين بقى المكتب ده؟ هوريهولكوا برضو كده، هي مكتب كبير يا جماعة برضو، يعني لمعته بقى كله زي ما انتم شايفين كده. ودي اصلا قطعة بتتحط تحت المكتب في النص، يعني ما بين الكرسي ده والكرسي ده، ما بين البنت دي والبنت دي، بس هما مش حابينها فشالوها، فحطيناها هنا كده. انا عماله لم يعني، انا مش عارفه ايه ده. وده امتحان، وبعدين بعد ما رميته قلت بدل ما تيجي تحتاجه قلت ما اسيبه. وهنا بقى كنت كمان نسيت الكومودينات اللي جنب السراير، قلت ايه ألمعها برضو بالمرة. وجيت هنا عملت برضو الكومودينو ده. انا بجد يا جماعة مش عارفة اشكركم ازاي على كلامكم الجميل الحلو اللي بتكتبولي في التعليقات. ما عدا كام متابعة يعني كده، مش عارفة هم شخص واحد ولا كتير، هم كتبوا لي تعليقات كده سلبية على فيديو المشتريات، مع ان يعني مش عارفة. قولوا لي كده لو فعلا حسيتوا بملل وانا بعمل فيديو المشتريات، بس المفروض ان هو معروف ان هو فيديو مشتريات، يعني مش هطلع صامت كده اوريكم الحاجة كده وخلاص يعني. فقولوا لي كده يعني، اكتبوا لي في التعليقات والله، عرفوني حسيتوا بملل فعلا ما كانش حلو عشان ما اعملوش تاني. وبس زي ما انتوا شايفين كده الأوضة نضفتها وخليتها ايه فلة. هعملها بقى بالمكنسة وبعدين نمسحها. شايفين بقى النظافة والحلاوة غير ما كنا داخلين الأوضة خالص. شايفين بقى الجمال والدريسنج كمان. شايفين بقى الحوسة؟ شايفين الحوسة؟ شايفين كل الهدوم دي طالعة من ورا الباب، متعلقة ورا الباب. طب المفروض ان هي تتغسل، طب سايبينها ليه؟ سايبينها ليه؟ انا بغسل كل يوم، هاتوها يا جماعة. لا وخلاص هي شتوي جامد يعني، فمعادش بتتلبس وكده، فشلتها بقى كلها. دي الكرة يا جماعة بتاعت بندق بس. وعملت بالمكنسة. بصراحة مش بحب المقشة يا جماعة، بحسها بتعمل تراب تاني على الحاجة يعني. المكنسة بتشفط وخلاص، انما المقشة بتعمل تراب على الحاجة، وانا لسه مسحة فمش هعمل بمقشة تعمل تاني على الحاجة تراب يعني، فاهميني؟ بس. وكنت بجيب اي حاجة كده بقى برضو تحت السرير كده ورا الباب، ونضفت بقى وخليتها ايه فلة زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ وطبعا احنا عملنا الدريسنج في الأول. عملنا طبعا يا جماعة الدريسنج في الأول وكده. بعيد ايه بس على الكنس كده سريعا سريعا، وتعالوا شوفوا كمية الغسيل. مش عارفة اعمل ايه بصراحة. تعالوا بقى اعمل لكم جولة في غرفة بناتي بعد ما خلصتها. انا لسه همسح بصراحة يعني، انا لسه ما مسحتش تمام، بس قلت ايه عشان انا مش هدخلها تاني بقى بعد ما تتمسح، فقلت ايه اعمل لكم الجولة الاول وبعدين يعني ايه امسح بقى. تمام اهو. كل بنت ليها سرير. السرير يا جماعة 90، عرضه 90 وطوله تقريبا 200. تمام. وكل بنت ليها كومودينو. انا مش هعمل جولة يعني مش هعمل جولة كبيرة يعني، انا هعمل جولة سريعة كده. وده الشباك اهو بتاع الاوضه. بصراحه مخلي الاوضه بسم الله ما شاء الله تروه. انا بنتي الكبيره بتبرد فقالت لي سيبي لي البطانيه، لكن الباقيين هم عندهم الكوفرتيات بتاعتهم. تمام. دي بالنسبه للسراير. والرف اللي هناك ده انا ما مسحتوش عشان اكون امينه معاكم يعني، انا ما مسحتوش بصراحه.
تمام. يعني ممكن ايه بكره ولا بعده كده لو هعمل الاوضه تاني ممكن ابقى امسحه، لان انا هبطت بصراحه. الاوضه كانت متبهدله وانتوا شفتوا اللي كان طالع منها. ده انا كمان لميت حاجات كتيره يعني عشان ما تقولوش علينا حاجه بصراحه. دي بنوتي اهو، دي الكبيره، طبعا هي كبرت دلوقتي. ده المكتب يا جماعه، بصوا هرجع لكم ورا بقى شويه كده اوريهولكم اهو. شايفين؟ علشان ياخد الكتب بتاعتهم، لان هما مش في نظام ناشونال، هما في نظام بريطاني، فمفيش حاجة تاخد الكتب. بصراحة الكتب بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة لا حول لها ولا قوة يعني. تمام. بنتي بقى هنا شايلة البتاع بتاع الكرسي ده، مش حباه، وايه، وكل واحدة بقى بتقعد ايه تذاكر على مكتبها او تذاكر زي ما هي حابة يعني. ده المكتب زي ما ايه ما قلت لكم. ودي قطعة كمان بتبقى ايه في النص كده بين بين الكرسيين، بس هم شالوها ايه حطوها هنا. احنا ركبنا لها عجل علشان تبقى سهلة في الشيل والحط، لان ما كنتش قادرة اشيلها بصراحة، كانت صعبة جدا جدا في الشيل والحط. تمام. وهنا طبعا شماعة عادي خالص ورا الباب. ده بقى الدريسنج اللي انا قلت لكم عليه كتير، اللي احنا خدناه من بره في الصالة، الجزئية اللي احنا خدناها من بره في الصالة. تعالوا بقى نشوفه اهو. اهو انا ما فضيتش الباسكت، قلت لما يتملى شوية كده اهو. شايفين؟ دي كل الجزئية دي، كل الجزئية دي يا جماعة بما فيهم الجزء ده كمان كان بره في الريسبشن. تمام. وهنا طبعا في مراية اهوت ليهم، مراية بالطول زي ما انتم شايفين كده، وحاطين كمان مراية صغيرة هنا. اللي ناقص الدريسنج ده بقى عايز مروحة، يعني الدريسنج ده عايز مروحة بس. زي ما انتم شايفين كده، دي الجزئية اللي احنا خدناها ايه من الصالة بره اهو، اللي اتاخدت من ايه من الريسبشن زي ما انتم شايفين كده. بصراحة حاجة عملية احسن من الدولاب كتير ومريحة كتير يعني. بس زي ما بقول لكم كده، الحاجة الوحيدة بس اللي احنا محتاجين نعملها ان احنا نحط فيه مروحة. وطبعا التكييف بتاعهم اهو، بس مش عارفة بقى هو سليم ولا بايظ ولا ايه نظامه، لانه هو كان بايظ السنة اللي فاتت، كان بيجيب مية بس اهو زي ما انتم شايفين كده. وبس جيت هنا بقى عشان امسح الاوضه زي ما انتم شايفين اهو. همسحها كده بس حاجه على السريع كده، بس ايه تلميعه كده، هي اصلا مكنوسه بقى كويس وكده وخلاص. ومسحتها كده حاجه ايه سريعه، يعني ان انا بس بدي تلميعه كده للسيراميك بس. هو ده السيراميك يا جماعه بديل الباركيه، بس تحفه وبينشف بسرعه جدا، وبصراحه يعني بصراحه تحفه تحفه بجد، من الحاجات الجميلة قوي اللي احنا عملناها يعني. بس وهنا ورا الباب اهو كمان كله اخد تلميعة كده سريعة. وتفتكروا الفيديو خلص لحد هنا؟ لا لسه. شايفين بندق ما بيصدق ان احنا ننضف حتة، والله بيقوم طلع فيها. تفتكروا بقى الفيديو خلص لحد هنا؟ لا، دخلت على اوضة الليفينج، شايفين بقى لقيت ورق متقطع. شايفين البلكونة؟ تعالوا بقى نعمل اوضه الليفينج كمان. مش بقول لكم الفيديو مليان مليان بجد يا جماعه؟ كملوا بقى الفيديو معايا الاخر، وما تنسونيش في اللايك، حطوا لي اللايك، حطوا لي اللايك، حطوا لي اللايك عشان اعمل لكم فيديوهات والله احلى واحلى من كده كمان. بس كده يعني ادعوا لي بجد كده اخف وابقى كويسه، علشان اطلع لكم كده بوشي. والله كنت ناويه اعمل لكم بقى فيديو عن الدايت بقى والحاجات دي، بس يلا بقى الحمد لله. كنت ناوية بقى انزل الفيديو ده واعمل لكم بقى فيديو تاني، بس اللي حصل بقى. واعمل لكم كمان فيديو عن الدايت بقى ورحلتي مع الدايت وكده، وبدأت اصلا ازاي الفكرة وايه اللي طلع موضوع الدايت ده في دماغي. يعني لا حاجات كتير يا جماعة والله، يعني حاجات كتيرة ممكن تخليكم انتوا كمان تبدأوا يعني. فان شاء الله اعمل لكم الفيديو بإذن الله. بس هنا بقى يعني هي الاوضه ما كانتش متبهدله قوي، بس مش عارفه بنتي كانت مقطعه ورق كتير قوي في الارض كده ليه، متقطع متفرفت كده صغير. المهم ان انا بقى ايه هنا زي ما انتم شايفين كده مسحت المكتب، ومسحت اللي هي الوحده اللي تحت الشاشه دي. انا بحب اعلق الشاشات يا جماعه عشان بخاف بصراحه تقع كده ولا كده. ودي طبعا البرينتر دي بنعينها بقى في الصيف، يعني في الصيف بتتعين ما بنبقاش محتاجينها.
انما لا في الدراسة لا بنحتاجها، بنطبع عليها ورق كتير. بس وهنا لمعت الترابيزة. البتاع الاستانلس المدهب ده لو جه عليه جلانس او حاجة بيصدي، خلوا بالكم يعني. هنا لمعتها بقى هنا كويس كده، وهعمل برضو البونبونيرة دي. عايزة والله اشتري شوية انتيكات كده وحاجات من الحاجات الجديدة، بس والله بقول يعني مش عارفة. هي الحاجات دي بصراحة كانت عندي في شقتي القديمة يعني. بس ونفضت كده بسرعة الحاجة ومسحت بقى، ما كانش فيها يعني حاجات كتير. انا يعني ما عملتش اللي هو زي قلب مثلا والكلام ده، لا اللي هو نضفت بس، اهم حاجة تبقى الحتة مترتبة ونضيفة وخلاص. ولميت بالمكنسة بقى الورق المتقطع الصغير ده، مش عارفة مين اللي مقطعه بصراحة. لميت بقى كله كده زي ما انتوا شايفين، وهمسح برضو. شايفين ورق كتير قوي، مش عارفة بنتي كانت بتعمل ايه والله. مطلعه روحي مطلعه روحي والله يا جماعة، الصغيرة دي مطلعه روحي، مش عايزة تفتح كتاب. البنت مفكرة من بعد رمضان ان احنا كده خلصنا وخدنا الاجازة، محتاجة حد يقول لها يا بنتي يا بنتي فوق، يا بنتي لنفسك يا بنتي. والله العظيم بجد هي في 6 ابتدائي بس مطلعه روحي. يعني فكرة انها مفكرة ان هي خدت الاجازة، يا بنتي عندك امتحانات. والله عندها بكرة امتحان دراسات، وخايفة والله عليها، ربنا يسترها. بس وخلصت كده بالمكنسة، وهمسح برضو الحتت اللي باينة. الحتت اللي باينة ايه؟ احنا مش فارشين سجاد فوق يا بنتي، انت نايمة ولا ايه؟ همسح كده بقى الارض زي ما انتوا شايفين. والله بجد انا فظيعة، بقول لنفسي فوق يا بنتي. بس ومسحت بس كده زي ما انتوا شايفين اهو. وتفتكروا بعد ما عملنا الأوضة دي هل الفيديو خلص لحد كده؟ لا لسه ما خلصش. اصبروا اصبروا اتفرجوا للآخر، تيل جاي ورا. عملت لهم حاجات حلوة، وعملت كمان وخزنت بقى ايه خزنا ايه جايبينه. هتشوفوه معايا بس كملوا الفيديو، ما تسرعوش الفيديو يا جماعة، كملوا الفيديو للآخر. ودخلت هنا بقى قلت اما اخد البلكونة كمان مسحة كده علشان لما اجي اطلعها برضو تبقى نظيفة. اي حد عايز يطلع ولا حاجة يهوي عن نفسه شوية يطلع كده. مبسوطة قوي يا جماعة بالزرع الجديد بجد والله. واتاريه بقى كان بيموت علشان كنا بنفضل سايبينه في القصاري بتاعته اللي هي السودة دي، كناش بنشيله. ونجيب بقى الكرسي بقى احط له المسند بتاعته. شايفين ده عملناها عمولة عند حد عشان كانوا صعبين قوي في القعدة بصراحة. مش عارفة ايه اللي مقطع الورق ده وجايبه هنا كده. بنتي الصغيرة ديت والله بجد بتعمل عمايل صعبة يا جماعة، مش عارفة اعمل معاها ايه. قولولي انتوا عندكم برضو الصغير بيبقى كده في كل عيلة ولا ايه، ولا احنا بس؟ بتهيالي دايما الصغير كده معذب اهله معاه والله. نفسي تفوق لمصلحتها كده وتذاكر يعني، وتعرف مصلحتها كده بجد. مش عارفة تعرف مصلحتها امتى. مجنناني والله يا جماعة. بس وهنا بقى خلصت. شايفين الجمال؟ شايفين الشمس الجميلة؟ والله بجد شايفين الحلاوة. بحب الزرع قوي، بيهديلي اعصابي كده. والشمس كمان ما شاء الله والله. البلكونة دي اصلا الشمس بقى بتدخلها ساعة العصرية كده. شايفين بقى الأوضة والنظافة. وبس وهنا خلصت بقى اوضه الليفينج واوضه الاطفال، ودخلت على المطبخ عشان اعمل لهم احلى رز بلبن. ركزوا معايا بقى في الطريقه، انا مرضتش انزل لكم الطريقه لوحدها عشان الفيديو اللي بيبقى بس طريقه اكل انتوا مش بتتفرجوا عليه، مش عارفه ليه. هي بقى كانت 3/4 كوبايه رز كده، تمام، حبه رز صغيرين يعني. هو ده رز الضحى فما غسلتوش. حطيت عليه 2 لبن، تمام، وكوبايه ميه، وهرفعهم على النار. ايه ده يعني مش هتغلي الرز في الميه الاول وبعدين تحطي له اللبن؟ لا، انا حطيت الرز في الحله، حطيت عليه 2 اللبن وكوبايه ميه. كوبايه الميه دي لو انت نسيتيها الرز عمره ما هيستوي في اللبن. اهم حاجه كوبايه الميه. انا مش عايزه اقول لكم انا عملت حبه صغيرين 4 بولات على قدنا عشان جوزي مش بيحبه.
بس كان تحفة تحفة تحفة. شايفين بقى استوى الرز ازاي؟ يجنن يا جماعة والله. عملت ايه؟ جبت 3/4 كوباية رز، حطيت عليها كوبايتين لبن وكوباية مية ورفعتهم على النار لحد ما الرز يستوي بالمنظر ده. حطيت له معلقتين سكر وشوية فانيليا اهو، شوية فانيليا صغيرين بقى سايلة، اللي هي زي اللي انا حطيتها دي، ايا كان فانيليا، ومعلقة كريم جانتيه وبس. وهقلبهم كويس جدا جدا جدا. هو طبعا الرز بلبن سخن فكل حاجة هتدوب فيه بسرعة. تمام. قلبتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وهرفعه على النار تاني ياخد غلوة غلوة بس. شايفين؟ في منتهى الجمال والسهولة وما بياخدش وقت خالص، والله ما خد وقت خالص، بس يفقفق بس كده وهطفي عليه. وطبعا النار مش عالية قوي عشان بس ما يتلسعش. يبقى 3/4 كوباية رز وكوبايتين لبن وكوباية مية ورفعتهم على النار. الرز استوى، حطيت له بقى معلقتين سكر، معلقة كريم جانتيه، شوية فانيليا. انا مش عايزة اقول لكم كان طعمه خطير. انا خدت بولة كده بعد الغدا يجنن، بس فقفق هنا طفيت عليه وهغرفه بقى في الكاسات بتاعتي. تحفة يا جماعة، ولا لزق بقى في الحلة ولا الكلام ده خالص. جربوه بالطريقة دي، بس اوعوا تنسوا كوباية المية ايا كان بقى. يعني لو هتعملي كوباية رز اكبر من دي وهتحطي عليها كيلو لبن، اوعي تنسي كوباية المية. كوباية المية دي السر فيها، هو ده اللي هيخليه الرز يستوي في قلب اللبن. تمام. وبس كده، وعملنا احلى رز بلبن. تاكلوه بألف هنا وشفا على قلبكم. جربوه على طريقتي وان شاء الله يعجبكم. شايفين؟ بس جمال وحلاوة، وكان طعمه يجنن يجنن يجنن. بس وهنا بقى اتغديت. انا كنت هنسى اصور على فكرة، انا كنت اكلت طبق السلطة، اتغديت يا جماعة اهو. شايفين؟ واكلت كمان الرز بلبن بعد الغدا. اكيد لو هتاكلي حاجة حلوة كليها بعد الغدا يستحسن يعني. تمام. اكلت كمان الرز بلبن. أنا مش عايزة اقول لكم كريمي وناعم ازاي بجد من معلقة الكريم جانتيه. بس كده. طب هل الفيديو بتاعنا خلص لحد كده؟ لا لسه ما خلصش، استمروا بس وكده، كملوا الفيديو وحطوا لي اللايك، اهم حاجه حطوا لي اللايك. هنا بقى كنت بعت اشتريت حاجات من تحت من عند الست اللي بجيب منها الخضار. هنا بندق بقى حشر نفسه في كل حاجه بجد، حشر نفسه في كل حاجه وعايزني اسيب اللي ورايا واقعد له العب معاه بس. هنا بقى جبت ليمون، طماطم، خيار، فلفل، جزر، كيوي، تفاح، موز، لا يعني تسويقة، بطيخة، جرجير. كانت تسويقة كبيرة بصراحة. بعت جبتهم يا جماعة، هي بتاعت الخضار تحتي على طول. تمام. وورق العنب، الورق العنب ده بقى كلمتها قلت لها انت عندك ورق عنب؟ قالت لي عندي كيلو وربع. قلت لها بعتيهولي. هنا بقى قطعت البطيخة، قلت علشان برضو جوزي مش بياكل الرز بلبن فياكل بقى حاجة كده حلوة برضو. قطعت البطيخة زي ما انتم شايفين كده. وهنعمل ايه كمان؟ كملوا الفيديو معايا للاخر وانتوا تعرفوا هنعمل ايه كمان. بس بحاول كده اشيل منها البذر. تنسونيش يا جماعة في اللايك والشير والسبسكرايب، وكتبوا لي تعليق حلو زيكم وقولوا لي بتتابعوني منين. وهنا بقى قطعت البطيخة كده وهحطها بقى كده تسقع في التلاجة. كنت انا قاعدة ادوق يعني، مفيش مشكلة اننا ندوق، بس بصراحة هو مش حلو قوي يعني، عشان ابقى اكون صريحة معاكم. لسه وقته ما جاش برضو. ما كنت عماله تزحلق من ايدي، ما كنتش عارفه اقطعها كويس بصراحه. اهم حاجه بس كنت بشيل بس البذر اللي باين وبقطعها بقى كده مكعبات وهلفها بالاسترتش رول وادخلها بقى كده التلاجة. تمام. يعني حاجه حلوه كده للي مش هياكل رز بلبن. بس كده خلصت بقى كده البطيخ وهلفها بالاسترتش رول. اهم حاجه ما تحطوش كده الحاجه مكشوفه في التلاجة برضو عشان ما تجرفش ريحتها مثلا حاجه من حاجه كده يعني. فالافضل يعني ان احنا نغطي الحاجه بتاعتنا.
بس واخر حاجه بقى عملتها معاكم في الفيديو وهي ورق العنب. ركزوا معايا عشان بجد انا يعني دي طريقتي في تخزين ورق العنب. كنت زمان بسلقه، انما بقيت بعمل ايه بقى في ورق العنب ده. بقيت اخزنه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اول حاجه همسك بقى ورقه ورقه كده من غير ما اشيل ولا عيدان ولا اي حاجه، وهنقي بقى الورق الكبير كده، وورقه كان جميل جدا بصراحه، وهفرده كده زي ما انتوا شايفين. ركزوا بس معايا عشان الطريقة دي تحفة وبيفضل معاكي من السنة للسنة، وممكن لو قعد سنتين كمان والله ما يخرم ابدا. انما لما كنت بسلقه واجي بقى اطلعه علشان استخدمه بلاقيه كله مخرم، انما الطريقة دي 10/10. الطريقة دي انا اتعلمتها من قناة نور شانل، لو تعرفوا القناة، بجد قناة تحفة وجميلة، وانا بحب مدام نور جدا وتعلمتها منها. ومن يوم ما اتعلمتها منها ما حاولتش ان انا اغير الطريقة ابدا، لانها طريقة 10/10 بجد. شايفين اهو بحطهم كلهم كده على بعض بنفس الطريقة، صغير كبير بقى نوعي، يعني ايه مش لازم كله صغير قوي عشان برضو كل الكو يعني كله يبقى واخد ايه كبير وصغير وكده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هعمله بقى بنفس الطريقة. طيب ايه بقى اللي بعد كده؟ كنت قاعدة بلعب معاكم بالورق العنب. حطوا لي اللايك يا جماعة بجد، حطوا لي اللايك لايك لايك. كنت عاملة لي على فكرة كوباية كرفس بالبقدونس علشان ايه ديتوكس بقى، وينزل بقى المية اللي في الجسم وكده. اي حاجة بقى تسليني وانا قاعدة كده بعمل ورق العنب. طولنا احنا في رص ورق العنب ده. يلا مش مشكلة عشان اوريكم بكل التفاصيل. انا اكيد طبعا مش هعمل الكمية كلها معاكم، لا انا بوريكم بس كده ايه. الورقة دي انا هرميها، حسيت كده مش ظريفة يعني. بس شايفين بقى انتوا بنفس الطريقة دي كده، ما تشيلوش ولا عيدان ولا اي حاجة، رصوه بس كده تمام اهو. ده كوم كده خلاص. هنعمل ايه بقى؟ نجيب بقى الاسترتش رول بتاعنا ونحطه بقى كده على الرخامة، نفرده كده ايه على الرخامة، ونحط الكومة اللي احنا عملناها دي ونلف بقى، نتك بقى، نبرم جامد، نبرم جامد يا جماعة، نبرم جامد. ما تخافيش، هو الورق مش هيتكسر معاكي، اوعي تخافي. بس واقفلي من الجنبين وطلعي الهوا منه، وكده هتكوني والله العظيم بالطريقة دي بيفضل السنة من السنة للسنة. وزي ما انتوا شايفين كده بقى خلصت كمية ورق العنب ولفتها، رصيتها على بعضها زي ما انتوا شايفين كده ولفتها، وعلى قد ما انا محتاجة بقى هطلع تمام. ولسه طبعا هجيب تاني واخزنه تمام عشان هو بيقعد معايا من السنة للسنة بصراحة. فمش عارفة لسه هجيب قد ايه بصراحة، مش عارفة لسه هجيب تاني قد ايه. بس يعني لما بحتاج بقى بطلع مثلا واحدة زي دول، بطلع دي مثلا معاها واحدة تانية صغيرة كده يعني، فاهمين قصدي؟ بس وببقى بصراحة سهل قوي في عمايله. بقوم مطلعة بقى اللفة زي دي كده واحطها في طبق واغسلها كويس وبعدين اسلقها. بس مهما قعد في الفريزر استحالة يتخرم او يحصل له اي حاجة. لما كنت بعينه مسلوق كنت بطلعه كان بيبقى مخرم كتير قوي. انما الطريقة دي بصراحة جميلة جدا في تخزين الورق العنب، بصراحة اجمل طريقة شفتها. بس بتطلعيها بقى زي ما قلت لكم كده وتغسليها كويس في طبق او بولة كده، وبعدين بتسلقوه عادي في مية بشوية زيت وفيها ليمون علشان يديله مزازة، عشان الليمون يديله مزازة وبس. وبيبقى تحفة 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 بجد. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص، واستنوني بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.